عايز اشوف الاتي. استحاله الثوره طالما هي اطلقت مبدا العداله والديمقراطيه. لا احنا اتفقنا ان حضرتك مش هتتكلم عن الثوره ولا حتى بجمله واحده. لا يحق ليك. لا يحق ليك. ما تخبريش عليا. انت كنت مشارك في الدفاع عن رموز هذا النظام وعن مبارك وعن كل من تصدى لهذه الثوره، بل واخرها سنوات طويله عبر ال 30 سنه اللي فاتوا. حضرتك مش هتتكلم، ولن اسمح لك ولن يسمح لك البرنامج انك تقول رايك في الثوره المصريه، لا سلبا ولا ايجابا. لا ده انا حر. تعالى ننقل. اسفه، مش مسموح هنا، في مكان تاني، في برنامج اخر، في قناه اخرى، مش هنا. طيب لو عايزين نتكلم بقى عن ازاي حضرتك شايف الممارسه السياسيه في الفتره الجايه. حضرتك عارف انه كان في زمان نظم انتخابيه، وحضرتك كنت بتقول انه دائما كان هناك تزوير. ازاي نقدر نخوض الانتخابات المقبله ونعمل ايه؟ ننشئ ونقيم حياه سياسيه بشكل افضل مما سبق. قول لي تصورك ايه؟ تصوري الاتي. نمره واحد، النهارده في 200 ائتلاف، كل واحد بيدعي ان هو اللي قام بالثوره، وكل بيشكك في بعضيه. حضرتك برضه هتدخل على الائتلافات. الايه؟ غير مسموح لحضرتك تتكلم على ائتلافات. لا بقول لك ما تحجرش عليا. اللواء نبيل لؤى بباوي كان لك تصريح في الحقيقه، انا توقعت هتقولي لي كان وما كانش الكلام كان. حضرتك كنت هتيجي النهارده وعضدت. انا توقعت في ناس سافرت هتيجي النهارده لابس طرحه زي ما وصفت الشعب المصري انه لو مبارك تنحى الشعب المصري يجب ان يرتدي طرح. ما ارتديناش طرح. مبارك ذهب لسبيله، لحال سبيله، والان بيحاكم. رايك ايه النهارده بقى في المقوله بتاعتك اللي هي بتاعت الطرح؟ الشعب المصري يحط طرح على راسه دي. ليه ما قلتش كده؟ لا قلت كده طبعا. لا الكلام ده كله انا اعرف اللي انا قلته ومذاع. انا قلت لو تم اهانه. الكلام ده مثبت مسجل. انا بقول لك انا عارف قلت لو تم اهانه هناك فلان يبقى كذا. انت جايباني عشان تحاكميني، ما بتحكمش. انت قلت فهماني؟ انا ما بتحكمش. ما تزعقش. انتهى الموضوع، انتهت هذه الفقره. خلاص اقفلي. جالنا من وزاره الداخليه بيان خلال هذا اللقاء. هذا البيان قال انه من تعرض لاعتداء امام السفاره الاسرائيليه سيتم التحقيق في هذه الواقعة. هو سيتم إحالة الضابط للتحقيق ثم إلى المحاكمة إذا ثبت أنه بالفعل اعتدى. كانت هذه الحلقة وقفة وإعادة نظر مع موقف الحزب المنحل الآن، وسيكون لنا حلقات أخرى بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك من إعادة نظر. انتظرونا وتصبحوا على خير. سند كبير ياسر من الوزير نتاعنا سي أسامة رمضاني، خاطر فسرنا له الوضع وكان متفاهم. وبعد الحمد لله يا ربي كالعاده في البلاد هذه ديما فما بونا الكل، الراجل اللي ما يحبش الظلم اللي هو الرئيس بن علي اللي نشكره هنا اليوم، واللي هو كالعاده رجع الحق ذو الحق. دونك اليوم أنا متاثر ياسر، سامحني الياس، اما نحب نعبر على اعتزازي لانتمائي الى شعب تونسي العظيم اللي بفضل تضحيات اولاده وبناته اليوم ما كنا باش نخرجوا ديكتاتور هو والمافيا اللي دايره به، اللي الكلنا تعذبنا منه، كسوسوا من رجال اعمال ولا من الشعب، وشفنا اللي شعب تونسي مثقف. فما حاجه حبيت نزيد ناكد عليها، اللي كان احنا اليوم موجودين، الشكر يرجع للرئيس بن علي اللي هو مكننا باش نحلوا هذه دار المغرب الكبير، وهاو شفنا كيفاش تنجم تصلح الدار هذه كونت لي مغربان سون اتاكي ولا حاجتهم بقناه ولا ميديا ينجموا يعبروا فيه ويخرجوا صوتهم. هذا الطاير نتاعي انا باش نرجع 13 فيفري 2010 على قناه حنا بعد بمناسبه عيد ميلاد الخامس، وكنت شاهدت حوار حصري واستثنائي كنت اجريته مع السيد عربي نصر باعث قناه حنا بعد. الحوار اللي اجريته مع السيد عربي نصر يبدو انه لقى نجاح كبير على المشاهدين التونسيين في تونس وخارج حدود الوطن، وعن بعض المشاهدين العرب قاعده توصلنا معناها عديد الاتصالات سواء الهاتفيه سواء عن طريق البريد الالكتروني اللي يحبوا اعاده بث اللقاء الحصري مع السيد العربي نصر. شخصيا كان عندي لقاء هاتفي منذ يومين او ثلاثه مع السيد عربي نصر وحكينا في الموضوع هل يمكن اعاده لقاء. السيد عربي نصر يقول لك بالنسبه لي انا غذاء حقه
الحوار المسجل، لكن من ناحيه اخرى يقول لك طلبات المشاهدين التوانسه والعرب نحاولوا باذن الله ونحبوا نحققوهم ان شاء الله. الايام القليله القادمه كفيله بانها تقول لنا ان شاء الله هل انه فما امكانيه كبيره باذن الله انه يتم اعاده بث الحوار الحصري والاستثنائي مع السيد العربي نصره باعث قناه حنا بعل على قناه حنا بعل حصريا. اقولها وامضي السؤال اللي قلق كل الناس. هذه الصور الاولى، الصور الالاف للباعث القناه السيد العربي نصره في قناته وسط ابنائه في قناته. ناخذ كلمه بسرعه، نعرف اللي هو تعب برشا ولكن مش ناخذ كلمه منه هو. سي العربي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كلمات، اما انت تبقى دائما ابدا القائد وتبقى دائما وابدا معناها سيد الكل. الحمد لله. سي نصره، صراحة ما الذي جرى البارح؟ يعني المواطن التونسي، الشعب التونسي خليني نقول، الناس الكل تسأل كيفاش تمت العملية بتلك السرعة، كيفاش تفسرها؟ علاش نتراجع؟ هو شو اللي صار؟ ما صار حتى شيء، هما بالعكس هما زادوني إضافة كبيرة ياسر. أنا كنت معروف في الناسيونال وليت معروف في الانترناسيونال. خلق العادة، نصيحة كبيرة. سي نصرة.